السلام عليكم ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا كامل في صحه جيده. ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو كامل في احسن الاحوال. اليوم لا فيديو تاع اليوم روتين صباحي خفيف ظريف في الكوزينه كما على بالكم البنات. تشوفوا على بالي باللي ماشي غير انا، بالك لا بليبار تاعكم كامل ولا بالك كامل نسى. احنا الوقت تاعنا كامل الصبحه ولا هذيك كامل راح تروح في الكوزينه. معليش الله المستعان. المهم اليوم راح نشارك معكم حال روتين خفيف خفيف ان شاء الله، وصفه تاع سردين بزاف سهله سريعه شابه بزاف. وتاني راح نهضر بزاف اليوم على صاحبه القناه وعلى نفسي انايا، باسكو صرا تعليقات بزاف على القناه هذيا وين راها فلانه وراهي فلانه. اليوم راح نفهمكم تري تري بيان كيفاش صرا في هذه القناه. الوغ البنات نبداو الروتين تاعنا. الصباح كنت تقهويت قهوه خفيفه، كنت تقهويت الصباح بكري يعني عند الفجر، وكانت شويه ظليمه سي بوغ سا ما صورت لكمش. سينو ان شاء الله الخطره الجايه نصور لكم فطور صباحي صحي. ومن بعد كنت ريحت شويه في بلاصتي، يعني ماشي اللي نقول لكم نصلي ونقعد ديريكتومون نروح لبلاصه نروح للصوالحي ولا. شوفوا انا نصلي صلاتي نسجد للزوج الكريم يروح يخدم باسكو يبكر بكري، ومن بعد نروح نريح في بلاصتي شويه، ومن بعد نوض هذيك 8 ونص 9 قل 4 9 ماكسيموم 9. سينو اليوم ما كاش يعني الزوج ما كاش خدام، كان قال لي روح المارشي نجيب لك السردين. على بالكم بلي السردين راهو مام هنا راه رخيص، يعني ماشي غير في البلاد، مام هنا في فرنسا راه رخيص، يعني اون بروفيت نبروفيتيو ان شاء الله ناكلوه مادامه مليح وشباب. وسورتو احنا نشريو السردين من عند واحد بنين صافي، يعني ما بنين صافي تقريبا ما من وين نسكن انايا، دونك سكيفي يعطينا الحوت تاع الميديتيراني، يعني ما راحش نشريو عليه حوت واحد اخرى سورتو السردين. كي نروحو نشري ولازم نقولوا له تاع الميديتيراني باسكو هي البنينه هي الشابه. السردين تاع يعني موالف نلقاو سردين واحد اخرى يعني تاع محيطات اخرى، بصح صدقوني والله العظيم ماشي كامل نفس البنه تاعنا، بنينه بنينه. كنت بديت كما شتوني، كنت بديت بلافيسال خويتها، كنت البارح في الليل درتها غسلت وخليتها لقيت وخليتها خليتها تغسل. يا البنات نعمه نعمه ان شاء الله كل وحده ربي يرزقها كيفات. انا ما كانش عندي اون فوا كسبتها عرفت قيمه النعمه. شوفوا ما كان لا ذهب لا والو لا دراهم لا والو، روحي ديريهم استثمار، ديري استثمار في صحتك اللي هي لافيسال. بون كنت بديت انا داري كي سكنتها يعني عاده كي سكنتها كنت بديت بلا ماشينا لافي، ومن بعد رحت لافيسال. وان شاء الله البروجي القادم ان شاء الله يا رب العالمين راح يكون لاسبيراتور، راح في خاطري اسبيراتور سورتو بور لي فوتاي الغبره اللي اسبيري ينشف، سورتو هنا في فرنسا عندنا الباركي ما تقدريش تسيقي ما تقدري، يعني لازم لاسبيراتور. هنا البنات كان الزوج الكريم جاب لي السردينه كنت غسلتها نقيتها، انا نقيها في النشاف يعني ماشي ندخلها الماء، لا نحي لها الريصان والمصار نتاوعها هكذاك في النشاف، نلمهم كامل في ساشي نرميهم، ومن بعد نعاود نشللها هكذاك تحت الغوبينه حتى نشوف هذاك الماء يخرج صافي. شوفوا لا حبيتوا السردين تاعكم تجيكم بنينه خاصكم تغسلوها مليح تحت الغوبينه، باسكو الا ما كان ما نغسلتش مليح انا كان هذه فيها العدس بزاف، يعني بديت بالحبه 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 واش نقول لكم بالك قريب نص ساعه وانا غير مع هاد بالك يا ربي 700 غرام تاع سردين، باسكو حنا غير دو بيرسون ما نشريوش بزاف. بالنسبه للتوابل البنات شوفوا عندي تتبيله خفيفه، الملح فلفل الاحمر كمون، وعلى راس الملعقه راس الحانوت. شوفوا جربوا السردين براس الحانوت ورجعوا لي الخبر، تجي فيها واحد البنه تجي بنينه بنينه. ما نكتر ما ندير زوز زيت ما ندير الليم ما ندير هذوك لي صوص ما والو، ندير هادو فلفل الاحمر كمون الملح وخلاص. كنت درت شويه توم بودره تانيك ما ننساش، والمعدنوس معدنوس لازم السردينه لازم المعدنوس. كنت حركتها تبلتها مليح ومن بعد حركتها ومن بعد درت لها السميد رقيق كامل. وهنا رايحه نقليها. شوفوا البنات هنا كل ما نجي نقلي السردين الزوج تاعي يبقى يضحك عليا يقول لي شوفي السردين تاعك منظمه منظمه. شوفوا غير نتحيها في هذيك المقله شوفوا كيفاش ندير زويجه زويجه زويجه. لازم نقول لها ندير كل وحده مع اختها ما نديرش الحبه بوحدها، يتوانسوا هما هما يتقلاو. هنا اشاك فوا يشوفني نقلي يقول لي اوه السردين هذه راه منظمه على حياتي، هكذا نحب نقليها. ما على باليش البنات عندي واحد الوسواس قهري
نحب كل حاجة منظمة، ميم السردين كي نكون نقلي فيها لازم نحط هادوك الزوج مع الزوج مع الزوج مع الزوج ونقعد نقليهم، وشوف ميم هكذا تعقلوك شغل ما هما اللي حطيتوهم الوالا، السردين كامل تتقلى كيف كيف، و... ويجيو هكذا منظمين، ميم كي تجيو تحطوهم في الطبسي يجيو منظمين. دوك نوريكم كيفاش حطيتها. كنت كملت قليت المقله الاولى، والزيت انا ما نحبش نكثر يعني غير لتحت في المقله راني دايره باش هذيك هي المقله يعني الزيت تاع الحوت تترمى، سي بوغ سا ما نكثروش بزاف. وانا باش نعطيكم حال استوس البنات، شوفوا الزيت تاع الحوت ولا تاع الباذنجان ولا تاع الشوفلور، هادو اللي يعني ما تقدريش تعاودي تغوسيكليهم، هادو ما نديرهم من الزيت تاع البطاطا المقليه، يعني شغل هذيك تاع الزيت تاع لي فريت اللي تكون باقيت ليه نقلي بها مرتين ولا ثلاثه، ومن بعد نخبيها في بوكال ونولي نقلي بها هادو الصوالح اللي شغل تقلي مره وصاي وسيبي عليك. كملت الحوت السردين تاعي قليتها ورحت نوجد هنايا سلطه. البنات شوفوا هاد السلطه عندنا هنا تتباع شحال بنينه، شوفوا تجي فيها شغل الورقه يجي فيها دو كولور الفار مش عارفه هاد لا كولور شغل موف رايحه للنوار هكذا، تجي واحد لا كولور فيها فونسي ويجي فيها واحد المذاق رائعه. انا لازم السردين لازم تكون معاها شلاضه، ولازم هذيك شغل هذيك سلطه لازم كي نديرها تكون فيها مكتر فيها البصل. انا ندير هذه البصله الصغيره في السلطه، درت طوماطيش، راح ندير لها زيت الزيتون والملح، هذا ما كان ما نديرش فينيغريت باسكو باش ما تجينيش ثقيله. يعني مع السردين كان ما نحبش السلطه ثقيله، نحبها بزيت الزيتون والملح على الطريقه التقليديه، يعني الطريقه اللي كبرنا بها. سينون لا فينيغريت بارفو نخدمها سي بور اون سالاد فاريي ولا اون سالاد دو ري، يعني نخدم هكا فينيغرات بصح ماشي دائما، يعني هكا باش نصارحكم. دوك نشارك معكم اون فينيغرات يعني اللي تحتاجوها. شوفوا السردين بعد ما قليتها تقعد هكذاك منظمه، ومن بعد نعاود نحطها كيف كيف منظمه، نعاود نحطها في هذاك التبيسي منظمه كما شفتوها. هاد الطباصه هادو كان عطاهم لي لوسي الله يرحمه، شوفوا ما نقدرش نستغنى عليهم تالمو كان عزيز عليا، ربي يرحمه وينعمه بالجنه. عطاهم لي كادو شغل كي درنا الدار عطاهم لي كادو. عندي منهم يعني مد لي منهم كونتيتي، راكم تشوفوا درت فيهم سلطه درت السردين، كي نقولوا السردين لازم السيترون نعصروا عليها السيترون، والطبسي الثالث ثاني درت فيه الفاكهه. هذه هي اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال. هذا هو فطوري البنات، كنت شاركته معكم. قلت لكم الصباح اين فوا تنوضوا تبداو تخدموا في صوالحاتكم صاي الكوزينه تدي لك كامل الوقت، يعني غير تتلمي شويه الدار وكامل تدخلي الكوزينه ما تخرجيش منها. انا هكذا كيف كيف ما خرجتش منها حتى اللي درت الفطور. فطرنا ومن بعد هنا جيت نغسل المواعن. شوفوا البنات هاد لي طابي تاع سيليكون نقطر عليهم المواعن، انا بالنسبه ليا بانوا لي احسن من لي غوتوار، ما على باليش بالك كل وحده يعني كل وحده واسم تحب. انا هادو عجبوني احسن من لي غوتوار، يعني باش تحطي لي غوتوار وهادو شغل اشاك فوا تغسليهم تقطريهم يقطروا، تقطري فوقهم المواعن اون بليس سيليكون ما يعني ما يخليوش ما يديروش الريحه. وتاني فيهم هاد الخطوط هادو شغل يمشيو الماء، شغل الصوالح كي يقطروا يعني ماشي يقعد هذاك الماء في المواعن. هكذا درت لهم برودوي هما الوالا، حكيتهم مليح مليح، ومن بعد يعني راح ندير فوقهم المواعن. اشاك فوا ندير لهم هكذا واحد الغسله كيما هكذا باش باسكو علاش حنا نغسلوا المواعن نحطوا فوقهم المواعن، شغل لازم هما الوالا ديجا يكونوا نقيين باش نحطوا عليهم المواعن نقيين. هذه هي دونك نورمالمون راكم فهمتوني. نبدا بتوجور يعني نبدا بهم هما الوالا، نحكهم بهذيك لابغوس تاعهم، وهذيك لابغوس تاعهم اللي هما ما نديرش بها ما نديرش بها اللوفيي ولا ندير بها حاجه واحده اخرى، ندير بها غير هادو. هذا ما كان سينو كاش مواعن زعما اللي كيما السليلات هذوك من التحت اللي تحبوا تحكوهم شغل بلابغوس لازم تستعملي لهم لابغوس، هذوك ندير لهم هذه لابغوس تاع لي طابي هادو. وهنا كنت درت هذا البرودوي سبيسيال لوفي باسكو انا عندي لوفي بيض كما راكم تشوفوا. شوفوا حاجه اللي طيبوها غير تحطوا شويه مواعن مسخن في الوسط يطاشى هذاك اللوفي يولي فيه هذوك لي طاش. دونك كيفي كل يوم هذا البرودوي هذا جافيل يعني سائل وديغريسون شغل ينحي لك لي دام وتانيك جافيل. على بها استعملت مع هاد المحكه هذه خفيفه يعني غير باش نفوتها راني غير نفوت وافيكاس البنات. شوفوا اون فوا غير تحطوه يعني غير تفوتوا عليهم بعد تشلوه. هنا ما رانيش كامل نحك البنات غير راني نمشي فيه، ما تحكوش كامل شغل هذا ما شاء الله.
بون باش ما نروحوش للماركات. هنايا كنت حكيت اللوفيا هاي لك الداخل كامل، حكيت مام هادوك حاشاكم المجيريات التاوعه. كي تكونوا تحكوهم كل يوم يعني بطريقه دوريه، ما يديرولكمش الريحه. وتاني يقعدوا توجور نقيين، يعني ماشي اللي تبقاي تفركي فيهم متعاودي، يعني كل يوم تغسلي هذاك شويه. انا انسانه من الناس اللي ما نحبش هذاك التنظيف العميق، يعني تاع تسمحي ومن بعد ديري نهار تنوضي كل شيء تجبديه وديري التنظيف العميق. انا ما عنديش هذه العقليه، نحب كل يوم نخدم. سورتو انسانه ماكثه في البيت، بون انسانه خدامه نقول لك بالك، باسكو توجو خدامات عندهم نهار يعني الويكاند دير هذاك تنظيف عميق للدار. وي انا معاهم، يعني عندها الحق باش السيمانه كومبلي تقعد لها الدار نقيه. مي سينو وحده اللي قاعده في الدار ما عندهاش لا شغل ولا مشغله كما قالت المصريه، يعني كل يوم حكي هذيك بلاصه، نهار كوزينه، نهار سال دو بان، نهار الصالون، نهار لا شومبر، نهار لا شومبر تاع الدراري الا كان عندكم وليدات. هكذا يعني انا هكذا، هادو هما الروتينات تاعي، وهادو هما الروتينات اللي راح نشاركهم معكم. تنظيفات، تنظيمات، شويه شراشق، شويه رغاوي، شويه هكا، هذا واش نحبو. وامام طون مره على مره نديرو هكا دردشه فيما بيناتنا ان شاء الله. وكنت المره اللي فاتت شاركت معكم البغرير في هذه القناه. كانوا بزاف اخوات دخلوا. وين راهي دنيا؟ دنيا ابارامون صاحبه القناه، باسكو انا نعرف اذواق، ما نعرفش اسمها. نعرف القناه باسم اذواق. كامل جيتو فراهي دنيا، فدنيا عيب عليك عيب عليك. شوفوا، حبيت نقول لكم حاجه، باللي لازم نتعلموا نفهموا ظروف الناس. يعني هاد الانسانه باش خلات القناه نتاعها ماشي غير هكذاك، يعني ماشي اي وحده يكون عندها قريب نصف مليون متابع تروح وتخليهم، يعني ماشي غير هكذاك، لازم اكيد كاين سبب وراء هذا الغياب تاعها، وكاين سبب وراء اللي خلاها تستغنى على القناه نتاعها. وانا راني معاكم، يعني ما سرقت لها القناه، ما بيراطيت لها القناه، باسكو بزاف كانوا كتبوا في التعليقات راهي تسرقت، راهي ما تسرقت ما والو البنات، يعني هذه القناه راهي حلاليه ليا تاعي. لكن صاحبة القناة حاولوا تفهموا الناس، بالك ظروفها خلاتها تستغنى على هذه القناة. يعني ماشي باش توصلي قناة ل500 ألف متابع ولا أكثر ومن بعد تستغني عليها، ماشي حاجة لي نورمال، اكيد راه عندها سبب يخليها دير هذه الحاجه. لذلك حاولوا تفهموها وتفهموني انا تاني. انا راني جيت معكم يعني كوجه جديد في هذه القناه. نتمنى انكم ترحبوا بيا وتتقبلوني بصدر رحب. اللي حبت تقعد مرحبا بها، يعني راكم اخواتاتي في الله. نشارك معكم حياتي كما هي، يعني حياتي البسيطه، كاش نصائح، كاش يعني استيوس، كاش تدابير. الحمد لله الشاطره، ماشي نشكر في روحي لكن شاطره الحمد لله. نشارك معكم اي حاجه نعرفها. مي باش تجي وحده يعني تكتب لي في تعليقات وتقول لي عيب عليك، ابو مو عيب عليك انتيا، باسكو انا ما تعرفيني ما نعرفك، وانا خاطيني، يعني هديه حبيت نفهمكم بلي انا خاطيني في هذا الشيء. واللي حبت تقعد معايا مرحبا بها، واللي كانت تحب الاخت الدنيا وما قدرتش تستغنى على الاخت الدنيا، يعني والله العظيم نتقبل رايك بصدر رحب. هذه هي، هذا هو، كل وحده نحترموا رايها. المهم راكم مرحبا بكم معايا كوجه جديد في هذه القناه. ومعكم ميمي، انا ميمي راني انسانه سيده جزائريه كيفكم، مغتربه، سيدة يعني متزوجة، ما عنديش أطفال ومازلني في بداية الطريق إن شاء الله. بون عندي سنوات ما عنديش أطفال، ما رانيش في بداية الطريق، لكن شوفوا مادام ما عنديش أطفال توجور نحس روحي عروسة، مازالني نحس روحي جديدة. عشان كيف نقولها للزوج، نقولها أنا مادام ما جبتش دراري راني نحس روحي عروسة، لازم نشبع. راني حابه نزيد نشبع من التعرويس تاعي. ونهار اللي يجيو الاولاد ونهار اللي ربي يطلق رحمته، مرحبا بهم، نعاودوا نديروا يعني عاودة تولي حياة، تولي بروتين آخر. البنات كنت كملت المواعن تاوعي. كيما على بالكم المواعن تاع الحوت أنا ما نخليهمش، يعني ماشي اللي راح نديرهم في لافيسل ونخليهم. وكما تعرفوا عائلة متكونة من شخصين، يعني باينه بلي ما راحش يكونوا عندك مواعن بزاف. سي بور سا انا لافيسل ما نستعملهاش دائما، يعني بارفا وين نستعملها كي ندير طياب بزاف، كيكون عندي مواعن بزاف، يعني في هذاك النهار ولا نكون عيانه، نكون هكذا فاشله ولا ما قدرش نغسل المواعن، نرميهم في هذيك لافيسل ونخليهم يتلايموا. بارفا نلايم تاع الفطور مع تاع العشاء، يعني نشعل عليها في الليل ونخليها يعني تغسل. سينو كي يكون عندي مواعن شويه نغسلهم. وسينو المواعن تاع الحوت
مستحيل يعني لو كان حتى يكون لافيسيل فيها شويه مستحيل نزيد عليها الماء تاع الحوت، لازم نغسلهم، يعني لازم يتغسلوا. وكيما تعرفوا الكويزينيير حتى هو يعاود يتوسخ بالزيت، لازم ندير له البرودوي ونغسله. هنا كنت حكيته مليح مليح، يعني لازم البرودوي والحكان. كما قلت لكم انا نحب هاد الحكان يعني تاع تو لي جور، يعني نحب توجور هذيك الحاجات تقعد نقيه دائما، يعني نقعد واقفه على صوالحي دائما، ما على باليش هذا وسواس، ما على باليش الفيد باسكو وحده كي تكون غير قاعده في الدار ما عندك ما ديري، يعني طول جوغ عندك نفس الحاجه ديريها. سي فري كو عندي الحمد لله معمره حياتي بصوالح واحد اخرين، مي اون جينيرال الفيد كاين بزاف باسكو ما كاش دراري ما تخدميش، يعني راكي قاعده في الدار، ماشي كيما وحده اللي عندها وليدات يعني راه مشغوله مع وليداتها، سينو وحده اللي تخدم ما عندكش الوقت، راكي نهار كامل غايبه. انا ما عنديش هادو سي بور سا راه كاين الحمد لله كاين وقت في حياتي كاين وقت، وربي يبارك لنا في وقتنا. ان فات تصلي صلاه الفجر والله ربي يبارك لك في وقتك، هذه ديها ما عندي لوفيسيال، والله العظيم صلاه الفجر تعطيك بركه في وقتك ما شاء الله. من بنات من بعد ما كملت غسلت المواعن ومسحت لا كوزينيير، نقيت الكوزينه، وهذا هو روتيني البنات. مع السلامه.